على أطراف بلدة شقلاوة وفي شارع عام افترش باعة من الفلوجة يسترزقون بما تيسر لهم، فأحوالهم أسوأ مما يتحملون. عامر كامل أحد هؤلاء، يعيل 5 عائلات كما يقول، يبيع الملابس المستعملة ويتحدث بمرارة عما يعانيه. الله وكيلك محمد كفيلك، صار لي تقريبا 10 ايام 15 يوم والله العظيم اجي على اصدقائي البقاقير الم لي الطماطم الممروده والباذنجانايل تعبانه اخذهم بسعر الناقص بالسبيل اروح اوكل عيالي. يسترزق هؤلاء على قارعة الطريق قبل استنزاف كل ما يملكونه من مال. يدبر أهل الفلوجة شؤونهم بالعودة إلى أعمالهم السابقة، ومنها أعمال تركوها منذ سنوات عدة، فالحاجة هنا تتطلب أن تبقى صامدا في مواجهة أشكال العوز كافة. كان لدى فراس محل حلاقة في مدينة الفلوجة، لكنه الآن أجير ومثقل بأعباء الحياة كسائر أقرانه من أهالي الفلوجة، يلوم الحكومة على تقاعسها في خدمة النازحين. إذا ما اشتغل ما أقدر أدفع أجار، لازم تشتغل. بالحالة شلون يعني الواحد؟ الحكومة ما دايرة بال نهائيا لأي شخص للمواطن، يعني أبسط شيء هسه عندك مال الهجرة أنطيت نص والنص الثاني باقته. من هم أيسر حالا هربوا من نار الحرب واضطروا إلى التأقلم مع حياة جديدة بعد 2 سنين من خروجهم من مدينتهم الملتهبة بفتح محل تجارية قبيل نفاد أموال ادخروها. السنة قام يجر سنة، ما متوقعين بأنه يجر 2 3، ما متوقعين شهر شهرين نطلع، فانجبرنا أن نشتغل، ما يصير نظل قاعدين. وكان سكان الفلوجة قد غادروها قبل نحو 2 سنين بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها وبدء حرب لم تبق ولم تذر بين الجيش العراقي والحشد الشعبي من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى. ناصر شديد، الجزيرة، شقلاوة.